وفاة رئيس هيئة علماء اليمن الشيخ عبد المجيد الزنداني، وإليكم أسباب وتفاصيل الوفاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. توفى اليوم الاثنين الشيخ والداعية اليمني البارز رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد بن عزيز الزنداني عن عمر يناهز 82 عام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. توفى الراحل في أحد مشافي الجمهورية التركية بعد معاناة مع المرض. الشيخ أدخل أحد مشافي مدينة اسطنبول التركية منذ أكثر من شهور بعد إصابته بجلطة أدخلته العناية المركزة حتى وفاته المنية اليوم الاثنين. ويعد الشيخ الزنداني أحد المشائخ والدعاة البارزين في اليمن منذ عقود، ولعب أدوارا دعوية وسياسية عديدة خلال السنوات والعقود الماضية، أبرزها عضو مجلس الرئاسة بعد الوحدة اليمنية. ولد الشيخ الزنداني في عام 42 في قرية الزهبي بمديرية الشعر بمحافظة أب، وتلقى التعليم الأولي في الكتاب إبان الحكم الإمامي في اليمن ثم في عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها لينتقل بعدها للدراسة في الجامعة، وله تأثير كبير في العالم أجمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون.